السلام عليكم حبايبي وبناتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البنجر او الشمندر. هنعمله حلو، هنعمله حادق. زي ما انتم شايفين كده، نزلت السوق ولقيت بنجر بس كبير شويه، حجمه كبير، فما نفعش طبعا اسلقه زي ما هو. انا بحب اجيب الصغير واسلقه زي البطاطس كده واقشره زي البطاطس المسلوقه. طبعا لقيته كبير فمش هينفع اسلقه بالحجم ده عشان يتسلق معايا بسرعه. هنقشره بالقشاره زي ما انتوا شايفين كده، هنقشره مع بعض وهنشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنقشر الكمية بتاعتنا، وزي ما اتفقنا لو صغير هتسلقيه بالظبط زي ما بتسلقي البطاطس، وتقشري القشرة بتاعته، بتبقى سهلة. مش عارفة اقول لكم كمية الفوائد بتاعته الموجودة. ليه كمية فوائد كتيرة جدا، اللي عنده انيميا، للشعر، للبشرة، للقلب، للمناعة. كمية فوائد كبيرة جدا، كنز يا جماعة، كنز، وكنز رخيص جدا. زي ما انتوا شايفين كده، انا حبيت اوريكم القطعه اللي بقطع فيها. حلوه جدا، هم 4 قطعات للحمه والفراخ وللخضار وللسمك. رخيصه جدا، الاربعه اشتريتهم ب25 جنيه. بس ممكن يكونوا غالوا شويه لاني اشتريتهم من فتره. حبيت اوريها لكم. المهم هنقطع الكميه بتاعتنا قطع كده كبيره، علشان بس نسلق منها، نسلقها وبعدين نشوف هنعمل ايه. زي ما اتفقنا لو كانت صغيرة هتسلقيها زي ما هي. هنحطهم في حبة مية في الحلة ونحطيها على النار. زي ما انتم شايفين كده، هنعلي عليها النار وهنسيبها تغلي شوية. أول ما تغلي هنبدأ نوطي النار شوية عشان تستوي معانا براحتها، كأنك بتسلقي بالظبط بطاطس. انا بجسها كده بالسكينة كده، طبعا لسه ناشفة. هنغطي عليها ونوطي خالص، ونسيبها بقى على مهلها تستوي مع نفسها. هنا هنحضر بقى الحلو. انا جايبة المبشرة وجايبة بقية البنجر بتاعي. هنبشره كده زي كأني بالظبط بتبشري الجزر. طبعا هنبدأ نعمل مربى البنجر. مربى البنجر، ايوه ما تستغربيش، مربى البنجر طعمها في منتهى الروعة. هنحط لها سكر، نص كمية البنجر تحطي سكر، يعني لو هتعملي كيلو هتحطي نص كيلو سكر. انا هنا عاملة كمية صغيرة طبعا، مش عاملة كمية كبيرة. هتشوفوا بالظبط هنعملها ازاي. هتقلبي السكر طبعا مع البنجر بتاعك، وتسيبي شوية لغاية بقى ما ينزل المية بتاعته. شايفين هنقلبته وهنسيبه شوية. هنبص نلاقي منزل مية، شايفين؟ طبعا انتوا هتعملوا زي اي مربى بتعملوها، ما تحطولهاش اي مية. هنحطها في الحلة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده، كمية صغيرة مش كبيرة، بس حبيت اوريها لكم. البنجر يا جماعة المربى بتاعته بتبقى في منتهى الروعة. هنحطها على النار ونعلي عليها شوية. وانا كمان جبت الحلة بتاعتي التانية، حطيتها قصاد الكاميرا عشان تشوفوا الاتنين مع بعض. دي بتستوي ودي بتستوي على عين التانية. يغلوا زي ما انتوا شايفين كده. هنسيب المربى تغلي مع نفسها ونوطي عليها خالص لغاية ما المية تبدأ تنشف. وتبدأ تعمل عسل. هنحط يا إما نص ليمونة يا إما طرف معلقة من ملح ليمون لو ما عندكيش ليمون. اللقطة دي ما اتصورتش للأسف. هنبتدي بقى نعبيه في برطمان كده نضيف. زي ما انت شايفة كده، ما اقولكمش طبعا جمالها وطعمها في منتهى الروعة. يا جماعة جربوها هتدعولي، مش هتبطلي تعمليها. طبعا ومنتج رخيص جدا في السوق، يعني طعم وفوايد ورخيص في نفس الوقت. زي ما انت شايفة كده، نحطه في برطمان وتحطيها في التلاجة كل ما تعوزي. للولاد تعملي لهم سندوتشات بقى المدرسة، مع العشاء تحلي بيها. هنا بقى الحادق المخلل. زي ما انتم شايفين كده، المية قصرت خالص، مش هنرميها طبعا. والقطع بتاعتها دي هنبتدي نقطعها لقطع أصغر، شرايح كده صغيرة زي ما بتشوفي في المحلات كده. تروحي محل تبصي تلاقي شرايح البنجر اللي بتلمع كده محطوط عليها الزيت. وهنشوف ايه الإضافات اللي هتضيفيها.
ده البنجر المخلل عليه هرسة الشطة. ده اختياري بالنسبة لك، لو بتحبي الحاجة المشطشطة هتحطي هرسة الشطة. عشان الولاد ممكن ما تحطهاش. كمان معايا معلقتين زيت، ومعايا حوالي 3 أو 4 معالق خل. معايا كمان ليمونة، عصير ليمون، والبهارات زي ما انتم شايفين كده. معايا معلقة ملح ونص معلقة سكر، معايا كمون، فلفل اسود، وكزبرة. ما تستغربوش من السكر بيضيف طعم ومذاق جميل جدا. معايا فصين كمان توم، فصين توم مش اكتر من كده، علشان يدي طعم تيست كده، وفي نفس الوقت ما تبقاش متومة معاكي، يعني طعمها ما يبقاش فج معاكي. هنا حطيت طبعا البهارات وحطيت الليمون، وهنضيف كمان الخل بتاعنا والزيت كمان بتاعنا. الزيت طبعا بيخلي البنجر بتاعك كده بيلمع. وهنحط هرسة الشطة زي ما قلت لك اختياري، لو بتحبي الحاجة حراقة. لو هتأكليها لولادك بلاش منها خالص. وهنبشر التومتين كده، فصين التوم دول تبشريهم كده وتحطيهم في المية بتاعتك. ما اقولكمش على جمالها وطعمها. طبعا سلطة البنجر دي بتنفع في المشاوي، جنب الاسماك، جنب الفول بقى والفلافل والحاجات دي. طبعا بيدي فايدة وقيمة غذائية للأكل، وفي نفس الوقت بيفتح النفس وطعمه في منتهى الروعة. بالظبط زي ما بتعملي كده البتنجان المخلل، بتحطي له الحاجة بتاعته وتسيبيها شوية في التلاجة. بيدي كل ما تسيبيه شوية كل ما طعمه يشرب من البهارات ومن الخل ومن الثوم، يدي طعم جميل جدا. هنا بعد ما قلبته كده في طبق خارجي، هنحطه طبعا في علبة تلاجة زي ما انتوا شايفين كده. هنعبيه في العلبة. هنعبي الكمية كلها، وهنضيف المية بتاعتها كمان ببهاراتها بقى كلها، وهتغطيها وتسيبيها في التلاجة. وقت ما تحبي تاكلي بتطلعي منها، طعمها زي ما بقول لكم في منتهى الروعة. زي ما انتوا شايفين كده، صنف حلو وصنف حادق، ما اقولكمش على جمال الاتنين. طبعا انا عندي صنفين تانيين ان شاء الله في فيديو تاني هنعمله لكم. ما حبيتش اطول معاكم في الفيديو ده، هعمل لكم صنفين تانيين برضو بالبنجر حلوين جدا، هتستغربوا بيتعمل منه ايه تاني. زي ما انتوا شايفين كده بالشطة بقى مولع، ما اقولكمش على جمال. عايز حبة مشاوي كده جنبه بقى، وما اقولكمش على الجمال. زي ما انتم شايفين كمان المربى حطيت عليها الكريمة. طبعا كريمة عاملاها في البيت زي ما وريتكم قبل كده، بطلعها من اللبن. زي ما انتم شايفين كده باكل بقى حلو على حادق وما اقولكمش بقى على التلبك المعوي. حاجة جميلة وطعم جميل جدا، هيعجبكم جدا. زي ما انتوا شايفين كده حاجة في منتهى الروعة. جربوها يا جماعة هتعجبكم جدا. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. يا ريت اللايك يا جماعة، يا ريت اللايك، علشان تدعموني وعشان القناة توصل كمان لناس تانية غيركم. أسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادية.